تخيل لما يكون القانون هو السبب في عدم رؤية ابنك او بنتك. القانون للاسف هو السبب في عدم رؤية ابنك او بنتك. شيء غريب طبعا. تعالوا اقول لكم على حالة مش اي حد يقولها لك، على طبيعتنا دون اي تكلف او تجمل. اخوكم هيثم كرة وسينما، بنحل كرة وسينما مع بعض. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا في التيك توك يخش على اللينك بتاع اليوتيوب ويشتركوا معانا في قناة اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال ان الاشتراك في القناه مجانا، ولو حبيت تخلي غيرك بامر الله خير هيجي لك كده كده. شاركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا مسلسل اسمه اب، ولكن يا جماعه هذا المسلسل بطوله الفنان محمد فراج. انا شفته في رمضان يعني وانا بفطر كده بلقطات بسيطه، عشان احنا طبعا بنحاول نتقرب الى الله في العشر الاواخر من رمضان عن طريق الذكر وقراءة القرآن والصيام والصلاة. لعل العسى ربنا يغفر لنا خطايانا ويتقبل منا إن شاء الله في آخر 10 أيام من رمضان. فطبعا المسلسل ده يا جماعة لفت نظري، أثبت لي إن الفن رسالة. عجبني المسلسل قوي، فكرة سامية جدا دون أي ابتذال ولا عري ولا تعري ولا ألفاظ ولا شغل بلطجة. فعلا فن، فعلا أثبت لي إن الفن رسالة من خلال مسلسل اسمه أب، ولكن بطول الفنان محمد فراج والفنانة هاجر أحمد. وطبعا المخرجة المسلسل يعني الطريف ان هي واحده ست اسمها ياسمين احمد كامل. وطبعا المسلسل قايم على صراعات. طبعا يعني بيقول لك ان المشكله بين الاب والام لن تنتهي ابدا بالطلاق. الطلاق بدايه المشكله، مش ان احنا خلاص حلينا المشكله اما نيجي نطلق. لا، الطلاق ده يا جماعه بدايه القصه وبدايه المشكله. عشان طبعا الرؤيه الاطفال، الاب هيشوف ابنه ازاي او بنته ازاي. وقانون الرؤيه طبعا اللي هو هيخلي الاب يشوف بنته يعني كل اسبوع مره لو حصل، بناء على رغبه الام وتعنت الام وشديه الام وغبائها او لطفها وحنيتها، بحجه انها بقى هي الام مع الحضانه بتاعت الطفله او الطفل. وهي يعني اللي ربت وتعبت، على اساس ان الاب مرباش ولا تعب خالص في الوضع الاجتماعي، وهي اللي لها كل شيء. فطبعا هو في صراع نفسي وازمات اجتماعيه طبعا مع المحاكم، ويا ترى القانون هيحكم له كل قد ايه ان هو يشوف بنته او ابنه في موضوع الرؤيه وهكذا. فمسلسل يا جماعه اجتماعي قوي، دراما ممتازه جدا. شابوه لصناع هذا العمل. المخرجه ياسمين احمد كامل هي برضو مؤلفه العمل. يعني شابوه بجد. ويعني انا شايف ان الوضع الاسره المصريه موضوع الطلاق فعلا الست بتبقى قويه قوي وعنيده وغبيه وحمقاء، وعايزه يعني تاكل الراجل كده، تنتهز كل حاجه فيه، فلوسه، اي حاجه تذله عشان هتلعب موضوع ابنه او بنته، تقعد تلعبوا بيه على اساس ان هي بقى المراه نص المجتمع، او لا خدي حقك منه. لا بصراحه فعلا الست، انا شاهد ان الست بتيجي على الراجل معظم الاحيان. قولوا لي رايكم